السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني ما تنسيش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. فيديو النهاردة ان شاء الله هعمل فيه الفراخ الكنتاكي. هعملها بطريقة سهلة وبسيطة واحلى من اللي بنشتريها من بره، وهنعملها بتكلفة سهلة وبسيطة. قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على الرسول. اول حاجة عندي حلة على النار فيها مية مغلية، نزلت بواحدة من البصل، شوية من الملح، شوية من الفلفل الاسمر، مكعب من الماجي، معلقة كبيرة من الكركم او الكاري. هنقلبهم تقلبتين. اهم حاجة ان احنا نضيف يا اما معلقة كركم يا اما معلقة كاري، دي اهم الوصفة بتاعتنا. هستنى لحد ما المية تغلي معانا وبعدين هنزل بالفراخ. بالنسبة للفراخ لو عايزة تستخدمي فرخة كاملة تكون متقطع صغير تمام، لو عايزة تستخدمي وراك زي ما انا عملت برضو اللي انتوا عايزينه. قسمت كل ورك على 2. لو الوراك صغيرة هنقسم كل ورك على 2، لو الوراك حجمها كبير يبقى هنقسمها على 3. وهغطيها وهسيبها تستوي 3/4 سوا. مهم جدا ان احنا نسيب الفراخ على نار هادية تستوي 3/4 سوا. زي ما انتم شايفين هنا الفراخ استوت معانا، هخرجها. شايفين الفراخ عاملة ازاي؟ استوت 3/4 سوا، جميلة جدا، اخدت لون الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. علشان تاخدوا اللون الجميل بتاع الفراخ الكنتاكي لازم نضيف في الشوربة يا اما معلقة كبيرة من الكركم يا اما معلقة كبيرة من الكاري، ودي اهم حاجة. تمام، انا هخرج الفراخ كلها زي ما انتم شايفين. ما شاء الله اللهم بارك، الفراخ جميلة جدا واخدة لون جميل جدا زي ما انتم شايفين. وبعدين هغطي الحلة وهسيب الفراخ على جنب لحد ما تبرد تماما. ما ينفعش ان احنا نتبل الفراخ بالخلطة اللي احنا هنحضرها والفراخ بتكون سخنة. وده شكل الفراخ معانا. هركنها على جنب وهسيبها لحد ما تبرد تماما، لحد ما نحضر الخلطة مع بعضين. اول حاجة عندي كوباية كبيرة من دقيق الذرة الاصفر، كوباية دقيق اللي هو الدقيق العادي. بالنسبة لدقيق الذرة ده بتشتروه من عند العطار، احنا بنعمل بيه دايما الكيكات. هضيف على الدقيق معلقتين كبار من النشا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. اهم حاجة برضو نضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر. بعدين هضيف كيس خلطة البانيه، ده هتشتروه من عند العطار. لو مش موجود هنضيف التوابل العادية خالص برضو هتلاقوها عند العطار. انا هستخدم كيس كامل زي ما انتم شايفين. وبعدين هضيف معلقة كبيرة من الملح، الملح الابيض العادي او الخشن الموجود عندكم. تمام، هضيف شوية من الفلفل الاسمر، وهضيف معلقة كبيرة من الكاري او الكركم حسب الموجود عندكم. انا هنا ضفت معلقة كبيرة من الكركم. وهنقلب المكونات الجافة كويس جدا. اهم حاجة ان احنا نمشي على نفس المكونات ونفس المقادير ونفس الطريقة اللي احنا عملناها بالظبط، علشان تديكي نفس التست ونفس الطعم بتاع بره بالظبط. بعدين هركنهم على جنب وهجيب الفراخ. انا سبت الفراخ لحد ما تبرد تماما، ودي اساسها علشان الفراخ ما تتبهدلش منكم وانتوا بتتبلوها. لازم الفراخ تبرد تماما. وبعدين عندي كوبايتين من المية الساقعة، ضفت عليهم مكعبات من التلج. اول حاجة هاخد الفراخ وبعدين هدخلها في المية علشان تخلي الخلطة بتاعتنا تلزق بكل سهولة زي ما انتم شايفين. وبعدين هنصفيها كويس جدا جدا من المية وهحطها على الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض. وبعدين هغلفها كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين. في شوية ملاحظات مهمين جدا جدا في الفيديو علشان تاخدوا نفس النتيجة بتاعت بره بالظبط ونفس الطعم والتيست اللي احنا بنشتريه من بره. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اهم حاجة ان احنا نسيب الفراخ تبرد تماما. وبعدين هنبتدي ان احنا ندخلها في التلج، يا دوب نقلبها شمال ويمين وهنصفيها وهندخلها في التتبيله على طول. وبعدين هنغلفها وهسيبها لمده دقيقه على جنب. وبعدين هرجع احطها في الميه تاني. بالنسبه للخطوه ديت ممكن تستغنوا عنها خالص، بس بجد بتخلي الفراخ جميله ونفس طعم بره بالظبط، وفي نفس الوقت بيديك الكفر الخارجي ماسك وتقيل نفس بتاع بره بالظبط زي ما انتم شايفين. انا هنا هبتدي ان انا اغلف الفراخ زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، وهنفضها كويس جدا وهرجع احطها في الميه تاني. اهم حاجه ان احنا لما نيجي نحطها في الميه نطلعها بسرعه جدا. ما ينفعش ان احنا نسيب الفراخ في الميه، الكفر اللي احنا عملناه هيطلع بسهوله جدا. بعدين هنغلفها برضو بنفس الطريقه زي ما حضراتكم شفتوا. كتر ما احنا بندخلها ونخرجها في الميه كل ما الكفر بتاعها هيكون تقيل وهيكون ماسك وهيكرمش زي ما حضراتكم هتشوفوا باذن الله. اهم حاجه ان احنا ندخلها في الميه ونخرجها على طول. وهنبتدي ان احنا نغلفها مره تانية زي ما انتم شايفين. انا هنا بعمل على قد حجم الصينيه اللي انا مستخدماها، يعني انا مستخدمه صينيه صغيره هحمر فيها علشان
الزيت اللي احنا هنستخدمه هيكون كتير شوية، فحرام ان احنا نستخدم صينية كبيرة وتاخد معانا كمية زيت كتير. انا مستخدمة صينية، عشان كده بتبل على قد الكمية. في الخطوة دي احنا بنتبل على قد الكمية، على قد التحمير بالظبط. ما ينفعش ان احنا نتبل الكمية كلها ونركنها على جنب ونحمر واحدة واحدة، كده غلط. الفراخ الكفر بتاعها هيطلع وهيلين معاكم زي ما حضراتكم هتشوفوا. اول حاجة طبعا انا هنا غلفت الفراخ زي ما حضراتكم شفتوا، شايفين ما شاء الله جميلة جدا. عندي طاسة على النار حطيت فيها كمية زيت يكونوا حلوين، وهبتدي ان انا احط الفراخ. انا هنا ما غلفتش الفراخ كلها، انا غلفت على قد الكمية او على قد الزيت اللي انا مستخدماه. تمام. اهم حاجة إن في الوقت ده النار بتكون عالية. اول ما اضيف الفراخ كلها زي ما انتم شايفين هبتدي ان انا اخليها على نار وسط. اول ما تبتدي ان هي تاخد لون ههدي النار وهقلبها على الناحية التانية. هنا ابتدت تاخد لون معانا ما شاء الله، هقلبها على الناحية التانية. هي عامة الفراخ عموما بالخلطة بتاعتها مش بتاخد سوا كتير على النار ولا بتاخد لون كتير، عشان كده كل ما بنهدي الفراخ كل ما هتكمل سواها، لان احنا في الاول سويناها 3/4 سوا زي ما حضراتكم شفتوا. هنا الفراخ اخدت لون معانا جميله جدا ما شاء الله، وما خدتش وقت على النار وطلعت بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. جميله جدا مقرمشه وخفيفه جدا وجميله جدا وطعمها زي العسل. هوريكم دلوقتي القرمشه بتاعت الفراخ قد ايه جميله جدا ما شاء الله. ده شكل القرمشه بتاعت الفراخ معانا زي ما انتم شايفين. هحمر باقي كمية الفراخ بالطريقة اللي حضراتكم شفتوها. انا في الخطوة دي مهدية النار. اول ما اضيف كل كمية الفراخ هخليها على نار وسط. اول ما تبتدي ان هي تاخد لون ههدي النار تماما علشان الفراخ تكمل سواها. الفراخ جازت معانا زي ما حضراتكم شفتوا. انا عملت جنب الفراخ طبق بطاطس محمر وشوية من الكاتشب. هوريكم دلوقتي شكل الفراخ جميلة جدا ما شاء الله، وسهلة جدا وبسيطة وغير مكلفة خالص، واحلى من اللي بنشتريها من بره. اكيد انتوا عارفين الفراخ لما بنشتريها من بره بتكون تكلفتها قد ايه، ولما بنعملها في البيت بتبقى تكلفتها بسيطة جدا. شايفين الفراخ عامله ازاي، والقرمشه بتاعتها قرمشتها جميله جدا ما شاء الله، نفس اللي بنشتريها من بره بالظبط. الطعم واللون والشكل والقرمشه بتاعت بره بالظبط. اكيد انتوا اشتريتوا من بره، جربوا بقى الطريقه ديت وهتشوفوا ان مفيش فرق بين اللي احنا بنعملها في البيت وفرق بين اللي احنا بنشتريها من بره. ده كمان اللي احنا بنعملها في البيت طعم وريحه وشكل وكفايه نظافتها. هوريكم دلوقتي الفراخ عامله ازاي من جوه ما شاء الله اللهم بارك. كفايه ان هي واخده كفر خارجي جميل جدا، مستويه جدا مقرمشه جدا. شايفين قد ايه من جوه نظيفه ومستويه وجميله جدا ما شاء الله. جربوها وان شاء الله هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها تاني ومش هتشتروها من بره تاني. جميله جدا، تكلفتها بسيطه جدا، سهله جدا، احلى من اللي بنشتريها من بره، طعمها زي العسل. طبعا الواحد بيكون زهقان من الفراخ اللي احنا بنعملها بالبطاطس والمحمره، فالنهارده عملناها بخلطه سحريه جدا جميله جدا. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.